بالنسبة لأنظمة الحكم بشكل عام فيوجد لدينا أنظمة ملكية وأنظمة جمهورية. والآن بعد أن تطرقنا بإيجاز لمفهوم الدولة، أود أن أطرح على حضراتكم برنامج ندوة اليوم، والتي جعلنا عنوانها الدستور وشكل الدولة. ينقسم برنامج ندوة اليوم إلى عدة فقرات. أولا نستمع إلى ضيفنا الأستاذ عبد الله حسن حول الجزء الأول من موضوع الندوة وهو الدستور لمدة 10 دقائق. ثم يليه الأستاذ أحمد عبد المهدي في نفس الموضوع وهو موضوع الدستور ولمدة 10 دقائق. ثم نستمع إلى ضيفنا الأستاذ مازن عكاشة حول الجزء الثاني من الموضوع وهو أنظمة الحكم وشكل الدولة. ثم نبدأ في الجزء الثالث من الندوة، وهي فقرة غاية في الأهمية وتعد الهدف الأساسي من الندوة، وهي إجراء حوارا مجتمعيا في هذا الموضوع والذي يعد حديث الساعة الآن في مصر، وهو الدستور وأنسب أنظمة الحكم لمصر بعد الثورة. لذلك على من يرغب المشاركة في هذا الحوار كتابة اسمه في الأوراق التي قام بتوزيعها الإخوة المنظمين، ونرجو منكم الالتزام بالقواعد التي وضعها الإخوة المنظمين للندوة ككل، حتى نخرج بعد هذا اللقاء بشكل يليق بالسادة والسيدات من الحضور، وحتى تتحقق الإفادة الكاملة. نبدأ الآن مع أولى فقرات الندوة مع الأستاذ عبد الله حسن لمدة 10 دقائق وحديث حول الدستور.